وبسم الله الرحمن الرحيم. وصل على القمع القهوة، وصل طلبناه من موقع، وصلوا لنا اياه ب20 درهم. هذا القمع والله ما ادري انه قمع اصلي ولا تقليد، الله اعلم. نضبط الكاميرا عليه. هذا القمع، هذه الرسالة. هذا خذيت القمع الكبير عشان يسد حق واحد او حق اثنين او 4 اشخاص. القمع الصغير ما ينفع، فرق السعر بسيط. شوف، هذا من شركة بريويستا، يسمونه تورنادو. هذا اسمه تورنادو دو اي اف 4 حق 4 اشخاص، من 2 الى 4 اشخاص. هذا هو شيء جميل. طبعا هذا قمع القهوة، نحطه بهاي الطريقة ونحط الفلتر. طبعا هذا تحط له الفلتر الكبير ونحط له الماي. الحين ما يثبت لين تصب الماي. الحين بما ان الماي وصل 90 وهذا القمع جديد تونا صابينه، تو شارينه، نصب عليه الماي. شوف الماي كيف يلعب. بعد ما نصب الماي بنحط الفلتر ونمسك الفلتر لين شوف، تحط الفلتر تصب عليه ماي عشان يثبت. بعد ما تصب الماي، شوف الحين ثبت الفلتر. حاول نوازن، نخليه في النص. نكب الماي اللي يطلع، بعدين نرده ونجيب القهوة. شوف القهوة مش في هذا، القهوة في هذا. يا سلام على الريحة. طبعا هذه 12 جرام بس عشان التجربة. شوف نقرب عشان توضح الرؤية. نبدأ نحط السكيل. هذا الميزان وهذا وجه الميزان، بس التصوير بالموبايل ما يوضح العداد. نبدأ نصب القهوة. ، 40 ونعطيه فترة راحة لين يخلص 30. ما ادري العداد هني تشوفونه ولا لا، بس مبدئيا وحلنا الصلاة ونحن قاعدين. شكله يقيم الصلاة. 30 ثانية ونبدأ نحط 60. كملناها 140 بس، ما بحط أكثر من 140. هذه طريقة الصب. شوف كيف ينزل. هذا التورنادو تلف القهوة. هذه القهوة نشفت. واشرب يا معلم. يا سلام. تحياتي نهاية الفلوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.